تقول يا شيخ إنها يعني تقول بعض الناس يعيش ظروفا صعبة في أثناء دراسته، وتقول حدثنا عن الصبر وغيره. يا جماعة ترى يعني من الطبيعي أن الإنسان يمر به في حياته أحوال متعددة، مثل ما قال 8 تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وهم وغم ثم سقم وعافية. من حفظها؟ أعيدها مرة ثانية، واللي بيحفظها بعطيه قلمي. هو ترى مو بتقليد زي ما يبيعون عندكم، لا هذا شغل نظيف يعني. 8 تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وهم وغم ثم سقم وعافية. 8 قسم بالله. اللي حفظها، اللي ما حفظها بندفع 20 رنجت ترى. لا جد، حتى ما يضيع وقتنا يقول حفظت بعدين يقول نسيت. من حفظها وياخذ القلم؟ ها يا ابني قوم قوم يا زول. لا الزول اللي وراك. ها. 8 تجري على الناس كلهم ولا بد لا كيف سبحان الله. سرور وحزن واجتماع وفرقة وهم وغم ثم سقم وعافية. تعال الله يا أحسن زول في العالم. أنت حافظها من قبل؟ حافظها من قبل؟ حافظها من قبل ولا اليوم؟ يلا نمشيها لك. إذا خلصنا رجع القلم. والله لأن حافظها من قبل، لعب علي. اسم الشاء علينا. يلا والله انك بس عاد راحت علينا.